يا كابتن انا عملت لكم ايه عشان تأثروا معايا في تمرين؟ انت عضلة ايه اصلا؟ انا عضلة الجلوتس يا كابتني، وليا دور كبير على فكرة. انت بقى العضلة اللي مقلق 90% من شباب مصر ومش بيتمرنوك عشان خاطر ان التمرين بتاعك للبنات ده. مع العلم انا مش بيهمني الكلام ده كله، وبتمرنك عادي جدا وبرفع اوزان بالذات في التمرين ده. يعني حتى الناس بيسموني كابتن سامح الضاوي نسبة ان انا رفعت ربع طن في التمرين ده طرات بس. وخلي بالك انا كمان ما كنتش مدخل احتياجي في البروتين ساعتها كويس قوي، مع ان امكانياتي ساعتها ما كانتش احسن حاجه، وكمان من غير اي مكملات ولا جرام واحد كرياتين. حصل يا كابتن مصر، انا عضلة كبيرة جدا ومتقسم 3 اجزاء: ماكسيمس، ميديوس، مينيمس. ده انت طلعت جامد بقى. ده انا حتى عملت عليك فيديو قبل كده في ديسمبر 2021، وكنت بفهم الناس الفوائد بتاعتك من قبل حتى يعني ما الساينس بيزد دول يظهروا. والحاجه التانيه برضو عملت فيديو تاني برضو ليك في نوفمبر 2024 عشان برضو اشرح فوائدك للناس، والناس برضو مش عارفه تقتنع بالفوائد بتاعتك، فانا بقى عايزك توعيهم وتفهمهم كويس ايه فوائدك بالظبط. انا ببساطه بقلل ليك من الام الظهر بسبب الجلوس الطويل على الكرسي، وكمان بحسن ليكم من الاداء الرياضي ومن تمارين بلايومتريكس، وبالاخص لو انت لعيب ماراثون وبتجري فانت محتاج قوه انفجاريه. وكمان انا عندي عضلات المينيمس ميدياس دول اللي بيدوك الشكل المدور لعضلات جلوتس، وبكون برضه عامل مساعد شويه عشان اقللك الخفسه للبنات، لكن الخفسه في الحقيقه في الاساس هي شكل وطبيعه العضل. طيب بعد ما الناس بقى فهمت فوائدك كويس واقتنعوا وعقلوا ان التمارين دي عادي جدا تبقى للشباب مش للبنات بس، يتمرنوك ازاي؟ كل اللي هتحتاجه يا كابتني هتعمل حركه فرد الحوض او هيب اكستنشن، ومعاها الباقي عضلاتي: هيب ابدكشن او ابعاد الحوض بزاويه 45 درجه، ودي التمارين اللي تقدروا تعملوها وبس كده.